3 حاجات هتعمليهم علشان تهيئي طفلك للمولود الجديد. منتظره مولودك تاني؟ ازاي طفلك الاول ما يحسش بالغيره ويحب اخوه؟ وشعور الغيره ده طبيعي جدا. الاضواء كلها انسحبت من الطفل الاول وراحت للطفل التاني، هو ما يعرفش عنه حاجه. هنعمل ايه؟ انا سمية سعيد، اخصائي نفسي اطفال، وهقولك على 3 حاجات تعمليهم. اول حاجه الاعداد النفسي، وده هيحصل اول لما الحمل يستقر. هتعرفيه ان في طفل جديد جاي وهيشاركك في اختيار حاجات البيبي. اي تعب هتمر بيه بسبب الحمل اوعي تقولي ان سببه هو الحمل، علشان كده هيفتكر ان الطفل ده سبب تعب ليكي. تاني حاجه توزيع الاهتمام، وده برضو من اول الحمل. يعني مثلا وانت بتشتري حاجات للبيبي مهم جدا تشتري له هديه، وبالمثل كل حاجه. تالت حاجه توكيل مهامك لفرد تاني. ابدأي من قبل الولاده بشهرين او 3 مثلا ان انت تعودي طفلك ان في حد تاني ممكن يوديه الحضانه او يلعب معاه او هو اللي يهتم باكله، وده هيساعده انه ما يحسش في مره واحده ان كل حاجه بتتغير. واهم حاجه توصلي لطفلك ان شعور الامان مش هيتاخد منه بسبب وجود فرد جديد في العيله. ولو محتاجه مساعده للاعداد النفسي لطفلك في الفتره دي تقدري تتواصلي معانا واحنا هنساعدك بكل الخطوات.